صبحكم الله بالخير يا رفاقة الخير. جيت شوية من السيارة ولكن اللهم لك الحمد قبل شوية واصلين من أمريكا، ونفس ما عارفين سفرة ورا سفرة، ويا الوقت أن الواحد يدور لمكان ويسوي أحسن ريلاكسيشن. لما كنت في أمريكا قالوا لي أنه في مكان في الإمارات أحلى عن أي مكان في المالديف. قلت لهم لا والله حلفوا، بس أنتوا حلفوا. فكيف هالابو ظبي كيف ما تخبرونا عندكم شيء فنان؟ على العموم انا اليوم ان شاء الله متوجه للعاصمه ابو ظبي عشان استكشف مكان كل حد كان يمدحه، فقلت لازم اروح بنفسي واتاكد. طيب نروح كذا، احنا قلنا الموضوع فيه ريلاكسيشن، شو يعني؟ خط هذا ذا مونستر، تذكرون هذه منو شالها عني في برشلونه؟ اذا ما شفت الفيديو روح شوفه، وشوف بعسكور شو سوى فيني في برشلونه. اذا ترضون سووا لايك. على العموم هذه مكلارن 570 اس، ولكن الكشف بسبايدر بأحلى لون فيها. خلنا نسير ونفتح الكشف ونسير نستكشف هذا المكان، هل هذا المكان يسوى ولا لا؟ فهيا بنا اند ليتس جو. وخلنا نحط الشنطة في السيارة، اوكي؟ فاللي ما يعرف خلنا اقول لكم بس على السريع انه هذه هي المكلارن. شوف والله العظيم انها روعه. طبعا هذه اخر مكلارن نازله من ال 570. تمس ما عارفين في الجي تي وفي الكوب او في هذه الفص هذا يا اصدقائي الصدوقين. حلو، نسكر هذه. قبل ما نوصل ان شاء الله رب العالمين ابو ظبي وندخل في جو المغامره، بذكركم بشغلتين اساسيات. الفيديو اللي قبلها سابقه انك تقدر تفوز بكاميرا RX 103 من سوني، كاميرا ولا اروع. كيف تقدر تفوز؟ تابع الرابط اللي تحت، اضغط عليه، اكتب دعاء حق ابوك انت وبتفوز ان شاء الله رب العالمين. لو كنت في الامارات انا شخصيا بوصل لك الجائزه هذه. لو كنت برا الامارات نفس ما سوينا بالايفون، واحد منكم بيفوز بيها وبنطرش له التليفون لين باب بيتهم. الشغله الثانيه والاساسيه، من تاريخ 1 نوفمبر لين 11 نوفمبر، واحد من اهم المعارض اللي لا تفوتكم موجود في عاصمه الثقافه الشارقه من 1 نوفمبر لين 11 نوفمبر، معرض الكتاب. اعتقد لازم كلنا نقرا عشان نرتقي بدولنا واممنا. فنشوفكم هناك. انا بكون ان شاء الله يمكن تاريخ 8 بكون ان شاء الله رب العالمين هناك، ونشوفكم تاريخ 8 نوفمبر في الليل. ف استقبال كان والله هنا مكان وايد صغير، ولكن العشم كله هناك، فان شاء الله هناك يكون التضبيط فنان. الحين بنصعد على المركب. وصلنا هني، الحين بناخذ الباقي. وصلنا لهني نوراي ايلاند، ولين ما يجون اشرب لك عصير. فهذا هو مدخل هاوري ماي فريند كونتينيو تيك ذا كي. فهذا هو مدخل فيلتنا. اهم شيء انه يجون وياك سيكلين، سيكل وسيكل. اهلا وسهلا يا رفاقة الخير. دخلنا قبل شوية الفيلا، هل تستاهل؟ صح، طلعنا في المركب ومن هالسوالف، ولكن خلنا نشوف صدق هالمكان اللي في وسط الامارات في العاصمة ابو ظبي نفس المالديف واحسن. Let's find out. اول ما تدخل هني عندك ميني بار صاروخي رهيب. تعرف يعني رهيب؟ المكان طنطناوي. زين، تقعد هني قاعده وميني بار. في عندك الكوفي حق باكر الصبح. على اليمين بتحصل هني احلى قاعده كذا، صاله فنانه، اوكي، صغيرونه. طبعا الحمام هناك عزكم الله. ولكن هذا السرير مطل على شو؟ اوكي، السرير مطل على شو؟ جاهزين؟ 1 2 3 جو. عندك المسبح هذا الخاص فيك بيدران مسكرة على اليمين وعلى اليسار، وعندك قاعدة هناك، وعندك بعد بحرك الخاص. اعتقد تضبيط اكثر عن كذا ما نقدر. فالحين عشان ما اضيع الوقت في الكلام بصوركم، بحط لكم احلى لقطات عن المكان هذا. بنسبح، بنسوي كل شيء. شو الاشياء اللي نقدر نسويها هني اليوم انا بسويها. بجيب الليسته مالهم، بقول لهم مساج، ووتر سبورت، كل شيء بنسويه ان شاء الله رب العالمين اليوم. فترقبوا اليوم السمبريجو هذا، وانتم في نهايه الفيديو خبروني اذا هذا المكان روعه ولا لا. الحين بندخل واحده من الفلل
ال11 الموجودة اللي هي الفايف بيدروم. فاقة الخير في ابو ظبي في قصور وفي اماكن روعة عالمية ما في احسن عنها في العالم. انا اتكلم عن مكان انت تقدر تأجره، تقدر تاخذه، فهذا اللي اقصده. انا ما بقول لكم هو احسن مكان ولا مو احسن مكان، لكن يوم كنا طالعين في المركب في ابو ظبي كان في رطوبة، هني ما في ولا رطوبة ولا شيء. الحين بندخل الفيلا لان المكان روعة، عندك برايفت سويمينج بول، برايفت بيتش ومش عارف شو، بس مش هني النهاية. خلنا نرويكم. مطل على القاعدة هذه والنوافير. شوف يعني انت عندك هناك شرات الماي كذا صوبك. الحين يا رفاقة الخير صعدنا الدور الثاني، عندك صالة صغيرة هني، وطبعا كل شيء مطل على البحر، كل شيء مطل على البحر. ماستر روم. هلا هذه الماستر روم مطلع على كل شيء. هني الكينج يقعد، هني ذا بوس. على العموم انا حاسس انكم انتم يوعانين تبون تتريقون صح ولا لا؟ يلا بسم الله نسير نطالع ريوقكم. هذا فاقة الخير هو المكان اللي يتريقون فيه. فطبعا عندك الريوق هني، المسبح على اليسار، وهذا قاعد هناك يتامل. قوموا بيس يتريق. يصير بحر ودنيا وفيلا ومن هالسوالف، واخر شيء لابس كندوره. فخلنا نغير وناخذ احلى يوم واحلى لفه. فنروح الحين الووتر سبورت مالهم نشوف شو الاشياء اللي عندهم. الفكره لاحظت شغله انه مو بوايدين يسكنون هني بحيث انهم يحجزون الغرفه وهالسوالف، لا يجي لك في شيء اسمه برانش اللي هو بريكفاست اند لانش من الساعه 10 تقريبا لين الساعه 2 3، يعني اكلات خفيفه وكوفي وقعده حلوه، ويحجزون لك السبا ووتر سبورت. فالويكند يكون رهيب. بخصوص الفيلا الكبيره اوكي سعرها غالي، او القصر خلينا نقول كبير سعره غالي، ولكن اغلب الاحيان يا تكون عيله كبيره او شباب كل واحد عاقله 2000 درهم 1500 درهم ويعيش حياه الملوك على الخنوق. مثل الكينج. فاقة الخير لهني سوري وصلنا يا رفاقة الخير لهني يسمونها سموكينج باينابل، اللي هي شو اسمها هي؟ الاناناس المدخن. سبورت حاطين لك نظاره هناك. هني لما اقول لكم عندهم جيت سكي، وعندهم بعد تقدر تاخذ البوت وتاخذ لك لفه على الماي كامل اللي موجود. هذا ووتر سبورت في مليون شغله زين، لكن انا يعني ما بشيل التيشيرت وكذا وبتا ما صور، تعرفون انا ما احب السوالف، ولكن هني بصور لكم لقطه بسيطه من هذا المكان زين اوكي، ويعني عشان تاخذون الفكره بشكل.
عنها رهيبة رهيبة، تقدر تحزن المكان كامل حقك. فالسموك باينابل سوي فيها بيتزا. الحين اتوقع يبي لنا مساج، انا وياكم نسوي مساج. يلا بسم الله. هيا الحين اسمه نوراي سبا. هذا فاقد الخير. يقول لك كل شيء يستخدمونه اورجانيك وكل شيء هيلثي مش عارف شو، وتسوى سبا على البحر. انا ما يخصني في السوالف والمساج ولكن يقولون لنا شيء فنان، ودام هني انا اقول خلنا نغلبه. هني انت تسوي المساج. طبعا بسوي المساج واحد انا، فسوي المساج هني قدامك البحر والشيء خرافي. هذا يقول الجنجر تي. اذا جيت انت هني اول شيء تسويه السبا صراحه طار اجواء الروعه. انا اقول خلينا نصير نتعشى، دام نحن في نص البحر يبي لنا بحري. ليتس جو، خلينا نغير على السريع ونصير نتعشى. هذا منهم. ترى يا الحبيب الباقي يوصل. والله براد. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما. تجي هنا وتختار السمك اللي تبيه فريش. شو اللي الحين طلبناه؟ زين طلبنا فتوش حمص العادي. هي كبده ببصر رمان. من يحب ببصر رمان؟ يو ببصر رمان هم خبوا فيني، احس كذا في سحر. وبعدين طلبنا لنا كيلو ربيان ولوبستر، وبنشوف اللي هو ام الربيان، وبنشوف تكتيكهم كيف، والنهايه ام علي. بقول لكم يا رفاقة الخير، تسمعوا صوت البحر، تسمعوا صوت الموي، سكر الليت. أقول لكم تصبحوا على خير، ونشوفكم إن شاء الله رب العالمين باكر. أصبحنا وأصبح الملك لله. كنا صلينا الفجر كنا نايمين على صوت الموي. لمكان ثاني، لتجربة ثانية. إذا حابين سوالف الفنادق وهالأماكن والحركات هذه حاضرين. آخر مرة رويتكم بالطيارة، إذا ما شفت الطيارة سير شوفها. أفخم طيارة في العالم طلعتها لكم. وهذا المكان بعد نفس الشيء. إذا حابين هالسوالف خبروني. أنا عن نفسي لما أروح مكان أحب أشاركه مع ربعي وأنتوا ربعي. واليوم أنا أتوقع أن خلنا نقول لكم الجميع ثابت ومن هالسوالف في مكان ثاني. الجميع ثابت بس مو بنهين. Welcome.